المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وزير الأراضي والمياه والبيئة يخاطب قمة التنوع الأحيائي. سكان منطقتي عد منغوتي وكولوليع ينظمون أنشطة نفير تنموية. هجوم صاروخي يستهدف القوات الأمريكية في مطار إربيل. الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قضائية ضد لندن والأخيرة تدافع عن القانون المثير للجدل. وانتحاري يفجر شاحنة مفخخة ويقتل 11 في أفغانستان. أهلا بكم مشاهدينا. إعلان من وزارة الصحة. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم الأول من أكتوبر في مراكز العزل بإقليم كاشبركا إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا المستجد، وكان 2 من بين المصابين ال6 في مركز العزل بمنطقة شيلالو، ومصاب 1 في مركز العزل بمنطقة أتيبرا، و1 في مركز العزل بمنطقة مكوتي، ومصابا 1 في مركز العزل بمنطقة قلوج، وكذلك مصابا 1 في مركز العزل بمنطقة حجر. وقدم جميع المصابين خلال الأسابيع الماضية من إثيوبيا والسودان بطرق غير نظامية. في غضون ذلك شوفي 12 مصابا بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي وإقليم كاشبركا وسرحوا إلى منازلهم، وكان 2 من بين المواطنين المتعافين في الإقليم الجنوبي و10 في إقليم كاشبركا. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 381 إصابة، شفي منها 353 ولا يزال 28 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة أسمر الأول من أكتوبر 2020. خاطب وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي غبرسلاسي قمة التنوع الإحيائي للأمم المتحدة، والتي انعقدت عبر الفيديو الافتراضي، مبرزا نظم وسياسات إريتريا لحماية التنوع الإحيائي وإنمائه. التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي. Mr. President, Excellencies, distinguished participants. ألقى وزير الأراضي والمياه والبيئة تسفاي غبرسلاسي خطابا في أعمال مؤتمر قمة نيويورك المعني بالتنوع الأحيائي التابع للأمم المتحدة. أوضح فيه موقف إريتريا حول حماية التنوع الأحيائي. وقال الوزير تسفاي في خطابه عبر خاصية الفيديو الافتراضي من أسمرة: لقد أصبح العالم بعد مرور 30 عاما من اعتماد اتفاقية التنوع الأحيائي للأمم المتحدة أكثر وعيا فيما يتعلق باعتماد بشري متوازن على التنوع البيولوجي، وكذلك استخدامات بشرية سيئة بإدارة النظم البيئية، بالإضافة إلى ضرورة التماسك والتعاون سويا أكثر على المستوى الدولي لحل وملاحظة توقع الأسباب المؤدية لانخفاض التنوع الأحيائي أو خسارته على نحو خطير. وقال الوزير تسفاي إن خطواتنا المتخذة لا توازي مع حجم التحديات الكبيرة التي نواجهها، وذكر أنه لم يتم حتى الآن معالجة أسباب الاحتباس الحراري والتلوث البيئي الذي ظل سببا رئيسيا لانحراف فصائل الحياة الفطرية، وكذلك التغيرات الموسمية، وأزمة مناخية أسهمت في هجرات إنسانية وهيكل اجتماعي، كما أن الاستغلال الخاطئ للثروات الطبيعية ظل يتسبب في انقراض ومخاطر الموائل الطبيعية للنباتات والحيوانات. وأضاف الوزير تسفاي بأن انهيار النظم الإدارية خطر على الوجود، كما لا توجد مقارنة بين جائحة كوفيد-19 والتنوع الأحيائي، وأن الدمار الذي يتعرض له النظام الإداري يسهم في إتاحة فرص مقاربة بين الأنشطة الإنسانية والحيوانية، وهذا دليل قاطع يبرز ضعف البشرية لمواجهة أسباب الأمراض.
وذكر الوزير تسفاي بأن الفرص البشرية المتاحة لتأمين بيئة ملائمة لحياة أفضل ترتكز على إرادة قوية لسياسات كافة الدول. كما شدد سيادته على أهمية التعاون التكنولوجي والمالي القائم بين الدول المتقدمة والنامية. وأضاف الوزير تسفاي قائلا بأن إريتريا ظلت تسعى جاهدة للحد من اضطرابات نظام إداري يساهم في إعاقة تطور المواطن اقتصاديا واجتماعيا، وبالفعل أثمرت تلك الجهود على تحقيق تقدم ملموس. وأشار إلى أن الحكومة الإريترية نفذت برنامج نظم إدارية بيئية منسقة يهدف إلى إرساء بيئة طبيعية مستقرة تسهم إيجابيا على تأمين صحة المواطنين حتى عام 2040، مؤكدا بأنه بموجب ذلك البرنامج تتواصل أنشطة حفظ وتطور التنوع الأحيائي المنفذة بمشاركة جماهيرية واسعة. وفي ختام خطابه دعا وزير الأراضي والمياه والبيئة سيد تسفاي غبرسلاسي لمنح اهتمام أكبر لناقلة النفط الخام الراسية المنسية قرب ميناء حديد اليمني بالبحر الأحمر بهدف منع الضرر على النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية والاقتصادية والاجتماعية. وتنادي إريتريا القوات السياسية اليمنية المعنية لاتخاذ موقف مشترك ثابت لإبداء التعاون من أجل تفريق الشحن بأمان. I thank you, Mr. President. قام مكتب النظام والانضباط في مدينة كرم في 30 من سبتمبر بضبط مواد استهلاكية صلبة وسائلة منتهية الصلاحية إثر أعمال التفتيش التي قام بها على الأسواق والدكاكين. وأوضح مسؤول المكتب السيد كبرآ بندرياس لوكالة إرنا أن المواد المنتهية الصلاحية تشتمل على المكرونة والسكر والبسكويت والحلويات والصابون والزيت والصلصة والأرز، مشيرا إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد تلك المؤسسات التجارية. وفي أعمال التفتيش التي جرت على 1097 مؤسسة تجارية تم تقريم أكثر من نصف مليون مؤسسة لم تجدد الرخصة التجارية في أوانها وزادت الأسعار بطريقة غير مقنعة عملت على بيع المواد الممنوعة مثل البلاستيك، وكذلك تم إغلاق 30 مؤسسة تجارية أخرى. ودعا مكتب النظام والانضباط في مدينة كرن أصحاب المؤسسات التجارية لتوخي الحيطة والحذر والمستهلكين إلى معرفة تاريخ الصلاحية توخيا للأضرار البالغة التي تسببها الأنشطة غير القانونية والمواد المستهلاكية منتهية الصلاحية. قام سكان منطقتي عدي منغونتي وكولوليع في مديرية مندفرة بتنظيم أنشطة نفير تنموية هدفت لصيانة الطريق ترابي يؤدي إلى مناطقهم جرفته السيول الخريفية وكان يعيق حركة المرور. وساهم سكان المنطقتين بفعالية لإنجاز العمل الجاري بتسخير قدراتهم وطاقاتهم، ودعمته إدارة المديرية عبر الآليات. وقد خلقت الخطوة المتخذة الارتياح والتسهيلات للمنطقتين اقتصاديا واجتماعيا حسب الآراء التي أدلى بها السكان. من جهته قال مسؤول الإدارة والمالية في المديرية السيد جابري جرجيس جابري دنجل أن الطرق الترابية المنتشرة في مناطق المديرية تتعرض بشكل سنوي في موسم الخريف للانجراف وتتسبب بدورها في إعاقة حركة المرور، لذلك يقوم سكان تلك المناطق سنويا بصيانة الطرق. هذا وتقع منطقة عدي منغونتي على بعد 3 كيلومترات من جهة الشمال الغربي من مدينة مندفرة، وكولوليع 4 كيلومترات من جهة الشمال. تلقت الأسر المحتاجة الدعم المالي والعيني في مديرية عد خالاء. وفي هذا الإطار قدم المواطنون في قرية عد قعور بضاحية ناقرقيس 58,502 نغفة للمحتاجين ومن بينهم الأيتام والمسنين. كما قدم المواطنون من قرى عايلة 114,000 نغفة و450 نغفة لنفس القرض. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
استهدف هجوم صاروخي القوات الأمريكية في مطار إربيل بالعراق، وسقطت صواريخ في إربيل عاصمة إقليم كردستان على مقر لفصيل كردي إيراني متمرد قرب مطار إربيل الدولي حيث يتمركز جنود أمريكيون. وقد أكدت سلطات الإقليم أن الصواريخ أطلقها الحشد الشعبي وكانت تستهدف القوات الأمريكية، لكنها أخطأت هدفها ولم تتسبب بأضرار. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم الكردي أن الصواريخ أطلقت من على متن شاحنة صغيرة من مكان يقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي ولم تتسبب بأي أضرار. وفي بغداد اتهمت قيادة العمليات المشتركة مجموعة إرهابية لم تحدد هويتها بإطلاق هذه الصواريخ، مشيرة إلى أنه صدرت توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة المسؤولة عن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري. ويأتي هذا القصف بعد تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي للحكومة العراقية من أن بلاده ستغلق سفارتها لدى بغداد إذا لم تتوقف الهجمات عليها وخصوصا الصاروخية منها، وستسحب 3000 عسكري ودبلوماسي. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.